تعالوا بقى نعمل اكل النهارده من غير ما نقف في المطبخ خالص. مش هنكمل 5 دقايق بالظبط. بصوا، هي حاجه كده شبيهه للمبكبكه، بس المبكبكه احنا بنشوح الحاجه بتاعتنا وبنشوح الخضار بتاعنا. احنا هنا بقى مش هنشوح ولا هنعمل اي حاجه. احنا هنحط كل حاجه احنا عايزينها في الصينيه بتاعتنا. حطينا ال- المكرونه بتاعتنا، اي نوع مكرونه انت عايزاه، النوع اللي انت بتحبيه، وبصلايه متقطعه صغير، طماطمايه متقطعه صغير، فلفلايه حاميه لو عايزه. ولو عندك اي نوع، مثلا عندك حته فرخه سواء مستويه سواء مش مستويه، هنقطعها صغير ونحطها. ما فيش، عادي جدا، هي بتتعمل اصلا من غير ايه، من غير اي حاجه. تمام. يبقى ايه زي ما احنا قلنا كده، احنا هنحط كل الحاجة بتاعتنا في الصينية وهنسيبها هي بقى مع نفسها ايه تستوي. ما احنا مش هنقف بقى في الحر دوت. نحط بقى ملح وفلفل والبهارات بتاعتنا ومرق الدجاج ومعلقة صلصة. اوكي. وكمان توم باودر وبصل باودر. وكمان هحط طماطم معصورة، طبعا على قد المكرونة اللي انا حطاها. زي ما قلنا، اي نوع مكرونة انت بتحبيه او ولادك بيحبوه. طبعا احنا عارفين، احنا معظمنا او 90% مننا بيحب المكرونات جدا بكل انواعها. فاحنا بنحاول نعمل اي حاجة مختلفة. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا كمان الدنيا حر ما نقفش في المطبخ كتير. عندي بقى كمان المية مغلية في الكتل، وهزود بقى مية كمان، وهرفعها على النار وهغطيها وهسيبها بقى تستوي مع نفسها. بس من وقت للتاني هقلبها بس كده، اديها تقليبه علشان المكرونه ايه ما تلزقش في القعر. قبل ما نكمل بقى مع بعض كده، يا ريت لايك حلو كده وكومنت، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي. ودي قناه يوميات بطوط، هتطلع عليها حاجات جميله قوي، يا ريت تخشوا تتفرجوا على الحاجات اللي عليها، هتعجبكم. حاجات كلها سهله جدا جدا وما فيهاش اي افتكاسات خالص. بصوا، انا حطيت معلقه سمنه بلدي برضو بتديها طعم جميل قوي. بصوا هي كده خلاص كانت دخلت في السوا. انتوا عارفين المكرونات ما بتاخدش وقت اصلا معانا يعني هو الموضوع كله على بعضه ما اخدش مني ربع ساعه اساسا. بصوا بقى ريحتها بقى خطيره خطيره، ريحتها حلوه قوي. يا سلام بقى في الاخر بقى كمان رشه فلفل اسود كده على الطبق بتاعك لوحدها كده زياده كده. بصوا، جميله رهيبه، مش عايزه اقول لكم. كمان في الاخر برضو هنحط ايه، رشة بقدونس برضو كده، هتديها ريحة وطعم برضو ايه مختلفين كده. يلا بقى، مين لسه ما حطش لايك، ومين ما عملش كومنت، ومين ما اشتركش في القناة لو مش مشترك، اشتركوا معايا. بجد بجد هتعجبكم الوصفات بتاعتي جامد جدا. بصوا، انا هنا زودتها شوية مية. طبعا المية من الكاتل، احنا مش بنحط مية باردة. اي اكل احنا بنعمله احنا عندنا الكاتل فيه مية سخنة بيغلي، مخليينه طول ما احنا بنعمل الاكل. اي مية بنحب نزودها نزود مية سخنة، ما نزودش مية من الحنفية ابدا. تمام. بصوا انا بوريها لكم هنا، هي كده، هي ايه، هي كده استوت. هشيلها بقى عشان اغرفها في الطبق بتاعي. حطيت عليها رشة بقدونس كده حلوة، بتديها طعم وريحة جميلة قوي. بصوا شكلها عامل ازاي. يلا بقى نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا الجمال والحلاوة، بجد لازم تجربوها. سهلة جدا جدا جدا، مش هتاخد منكم اي وقت خالص، مش هتقفوا في المطبخ خالص ولا في الحر خالص.